ازاي تلفت نظر شخص مش معبرك ولا شايفك اصلا وتخليه مرة واحدة هو اللي يجري وراك، خاصة لو انتوا تعرفوا بعض بس هو مش واخد باله منك خالص، عن طريق انك هتعمل حيلة واحدة بس. الحيلة دي هي الاهتمام المبالغ فيه، ومرة واحدة التجاهل المبالغ فيه والغموض. ازاي بقى؟ يعني في الأول أنت هتكون مهتم بالشخص ده جدا لأقصى درجة، بتروح كل يوم الصبح تصبح عليه وتسلم عليه لو هو معاك في الشغل في نفس المكان، وتكون مهتم بكل تفاصيل حياته، هتاكل ايه، هتشرب ايه، بتقعد تتكلم معاه وبتكون لذيذ معاه جدا وبتديله أقصى درجة من الاهتمام اللي هتخليه ان هو مش شايف غيرك في الوقت ده ولا انت شايف غيره، وتفضل على حال ده اسبوع. وكل ما تعلى في درجة الاهتمام كل ما هيكون احسن، عشان هتبقى متأكد ان هو هيتعود عليها، وبعد كده هيكون مستني درجة الاهتمام دي. بعد ما تفضل على الحال ده اسبوع، بعدها كل اللي انت عملته ده هتسحبه مرة واحدة وكأنك ما تعرفش الشخص ده، ما تسألش عليه ولا تسلم عليه، ما تتكلمش معاه خالص ولا تحكي معاه ولا تبصله اصلا ولا تهتم بتفاصيل حياته ولا ياكل ايه ولا يشرب ايه، وهتتجاهله وهتتحول لشخص تقيل جدا ومتجاهله تماما. طب يا نور، ما تقوللنا من الاول نكون غامضين ونتجاهل الشخص ده من البداية بدل كمية الاهتمام دي؟ ما ينفعش، ما ينفعش ان انت تتجاهل شخص هو اساسا مش شايفك ولا واخد باله منك، لان هو مش متعود عليك على حاجة عشان يبص ويقول ايه ده، هو متجاهلني ليه، هو اساسا مش واخد باله منك، فبالتالي انت بتتجاهله مع نفسك. فانت كده عملت ايه لما انت اهتميت قوي وبعد كده سحبت الاهتمام؟ اولا انت لفتت نظر الشخص ده ليك، ان هو يشوف ان في حاجه مش طبيعيه حصلت، ان هو مش متعود عليك على كده. تاني حاجه بقى ان هو هيحس جوه نفسه ان هو عايز الاهتمام ده يكمل ومش هيعرف يعيش من غيره. ده غير بقى كميه الغموض اللي انت هتكون فيها، اللي هتخلي الشخص ده هو اللي عنده فضول ان هو يكلمك ويشوف فيه ايه. لان اكتر حاجه بتلفت نظر اي شخص ليك هو حاجتين: الغموض، وانك تعمل حاجة مش متوقعة تخلي الشخص ده يسأل ويبقى عنده فضول ناحيتك، وهو ده اللي انت عملته.